العالم كله كيهضر على إيران وإسرائيل، ولكن واش فراسك باللي الحرب الحقيقية كاينة في بلاصة أخرى تماما؟ أجي نشرح ليك الخطة اللي غادي تسكت المحرك ديال العالم. بزاف كيشوفوا الأحداث متفرقة. الحدث الأول، فنزويلا وقع فيها تغيير سياسي كبير، الكل قال سقط الديكتاتور، ولكن حتى واحد ما سول شكون كان كياخد منها أي فنزويلا 800 ألف برميل ديال النفط يوميا. الجواب هو الصين. الحدث الثاني، التوتر في إيران وصل للذروة، والكل هضر على النووي، ولكن حتى واحد ما سول شكون الزبون الأول اللي كيشري 1.5 مليون برميل من إيران. عاود تاني الصين. جوج قارات وجوج أسباب، ولكن الضحية الاقتصادية واحدة، هي التنين الصيني بطبيعة الحال. الجزء الثاني، نظرية المحرك والوقود. القضية ماشي صدفة. المحلل الشهير راي داليو كيقول باللي أي قوة صاعدة، يعني كيقصد بكين هنايا، ملي كتقرب تفوت القوة اللي حاكمة، كيقصد هنايا واشنطن، الصدام كيولي حتمي. الصين دابا هي معمل العالم، كتنتج تقريبا 28% من خيرات الأرض، وباش تخدم هذه الماكينة خاصها الوقود. أمريكا عارفة باللي إلا بغيتي توقف محرك بلا ما تحاربو غير قطع عليه الطريق ديال الوقود. فنزويلا تحبسات، إيران ضربات، وروسيا غارقة في العقوبات. حسب معايا، غير من فنزويلا وإيران الصين فقدات أزيد من 2 مليون برميل يوميا. هادشي بلا ما نهضروا على طريق الحرير اللي كان غادي يربط الصين وأوروبا ودابا تقطع في النص. الخلاصة يا صديقي، اللي كتشوفوه دابا في الأخبار هو مجرد تمهيد للنزال الكبير في تايوان، الملاكم الكبير اللي المقصود به أمريكا كيقطع الماء والماكلة على الخصم اللي هو الصين قبل ما يطلعوا للحلبة. هذه قراءة الأحداث الجارية، وكتبقى إشاعات وتسريبات كتدور في كواليس السياسة الدولية. انت شنو بان ليك؟ واش فعلا الصين هي الهدف الحقيقي من هذه الروينة كاملة؟ قول لنا رأيك في التعليقات، واستودعكم في حفظ الله وأمانه، وإلى اللقاء.